لو فتحت محل تحب المنافس يفتح جنبك؟ أنا لو سألت 100 شخص 99 هيقولوا لأ، لكن في شركات بتدفع ملايين عشان تبقى جنب المنافس بتاعها. أنا دكتور محمد سليمان وده بيزنس على السريع، المكان اللي هتبدأ فيه تشوف البيزنس في كل حاجة حواليك. بص حواليك، محلات الذهب، محلات الموبايلات، معارض الأثاث، معارض السيارات، المطاعم، كلها جنب بعض. هل ده صدفة ولا كلهم بيقلدوا بعض ولا في سر أكبر من كده؟ تخيل إنك رايح تشتري شبكة، هتلف المدينة كلها ولا هتروح شارع المشهور بالذهب؟ أنت مش رايح لمحل، أنت رايح لمنطقة. وفي الاقتصاد ده مفهوم اسمه الاجلوميريشن افكت او تاثير التكتل. يعني لما الشركات بتبيع نفس المنتج تتجمع كلها في مكان واحد، ده بيجذب عملاء اكتر. لو في محل موبايل واحد ممكن تزوره او لا، لكن لو في 50 محل هتقول اكيد هلاقي اللي بدور عليه. يعني المنافس جاب لك عميل، بس استنى، لو كلهم جابوا العميل مين هيبيع؟ وهنا بتبدأ المنافسة. فكر في اي شارع مشهور بالموبايلات، الناس بتروح الشارع الاول وبعدين هناك بتقرر هتشتري من مين. ونفس الكلام في المطاعم والذهب والاثاث. المنافس مش دايما بياخد عميلك، اوقات هو السبب ان العميل جه من الاساس. لو عندك مشروع ما تسألش ازاي ابعد عن المنافس، اسأل فين المكان اللي العميل يتوقع يلاقيني فيه. في انواع من البيزنس كتير، وجودك وسط المنافسين بيقوي فرصتك مش بيقللها. احنا اتعودنا نشوف المنافس كعدو، لكن في البيزنس اوقات المنافس هو اللي خلق السوق اللي انت بتبيع فيه اصلا. جاوبني في التعليقات، ايه اشهر شارع تجاري في مدينتك وليه الناس بتروح له؟ في الحلقة الجاية، فاكر انك بتختار المنتج اللي قدامك؟ الحقيقة المنتج هو اللي اتحط قدام عينك عشان تختاره.